بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر أسامة يحييكم في برنامج ستيب باي ستيب، تعليم قواعد اللغة الإنجليزية بطريقة مبسطة وسهلة على كل من يريد تعلم اللغة الإنجليزية. أحييكم وأتقدم وأتشرف بحلقة جديدة لكم في هذه المرة. كنا قد تكلمنا إن الجملة في اللغة الإنجليزية تتكون من فاعل باقي الجملة. الفاعل احنا كنا اتكلمنا عنهم اللي هو I, he, she, it, we, they, you. I أنا، he هو، she هي، it هو أو هي الغير العاقل، we نحن، they هم، you أنت، أنت، أنتم، كما سبق ووضحنا قبل كده. هنيجي نتكلم عن الفعل. الفعل في اللغة الإنجليزية بقى يتكون يا إما من فعل أصلي أو فعل مساعد. يعني إيه؟ الفعل الأصلي هي كلمة مثل يأكل eat, see يرى، run يجري، play يلعب، فعل أصلي. طيب الجملة لما بتتكون في اللغة الإنجليزية لازم يكون بتتكون من فاعل وفعل. فاعل وقع منه الفعل وأدي الفعل. الفعل قد يكون I eat, he eats, we see. تمام. طب ما فيش بقى فعل أصلي في الجملة، فبنلجأ لحاجة اسمها الفعل المساعد عشان نقدر نكون بتكوين الجملة في اللغة الإنجليزية. الفعل المساعد في اللغة الإنجليزية مهم جدا جدا جدا، وهنستخدمه في تكوين الجملة، وهنستخدمه في السؤال، وهنستخدمه في النفي. خلوا بالكم قوي 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 وركزوا معايا. الفعل المساعد verb يعني تشير إلى كلمة فعل verb to be verb يكون verb to have يعني إيه؟ عنده أو يملك. verb to do يفعل أو يعمل. نتكلم الأول على verb to be، وده من الفيربات المهمة جدا جدا في اللغة الإنجليزية، وهنشوف هتقابلنا في تكوين الجملة، هتقابلنا في تكوين السؤال، هتقابلنا في النفي. verb to be بيتوزع مع الأفعال دي بكلمات مختلفة. بيبقى عبارة عن am, is, are, was, were. am, is, are ده الفعل verb to be في المضارع، وهنشوف ازاي مع الأفعال أو مع الضمائر الفاعل. was were ده الماضي بتاع verb to be، لأن لما أقول يكون يبقى المفروض أقول كان. هنشوف نوضح زي ما انتوا حضراتكم شايفين. I verb to be المصدر بتاعه هو be، وبمعنى زي ما انا موضح كده يكون او كان، وهنتكلم على كان في الماضي في درس اخر. I verb to be يبقى يجي معاه I am ولكن تكتب بالشكل ده علامة أبوستروف، ويجي بدل الإيه العلامة دي I am أنا أكون. he is هو يكون. she is it is تاخد is زي ما احنا شايفين اهو، he she it ضمائر الغائب، تاخد is verb to be معاها تحول إلى كلمة is. هو يكون، هي تكون، هو أو هي لغير العاقل يكون، وده الشكل بتاع الاختصار لكلمة is. طيب عندي ضمائر الجمع، جمع I أنا، نحن، we verb to be يبقى مع ضمير we يبقى are. we are نحن نكون. وادي الاختصار لكلمة are. they هم they are وعلامة الأبوستروف يبقى they are هم يكونوا زي ما أنا موضح أهو، هم يكونوا. you أنت تكون، أنت تكوني، أنتم تكونوا، زي فعل يو بالظبط. وبالتالي بكلمة يكون هتتغير مع الضمير، أنت تكون، أنت تكوني، أنتم تكونون.
وتلاحظ هنا ان فيرب تو بي خد شكل واحد بس مع اي، بقى ام. مع هي وشي وات بقى خد كلمة واحدة اسمها is. مع الجمع ضماير وي زي يو خد ار. بياخد 3 اشكال في المضارع: ام، is، are. ام مع اي، is مع هي وشي وات، are مع وي وزي ويو. بمعنى يكون او تكون. ادي المعنى بالعربي اهو عشان تحبوا برضو يبقى واضح قدامكم. هناخد امثله. ايه الامثله دي؟ هنوضح امثله في استخدام verb to be في المضارع زي ما انا موضح كده اهو. شوف كده اهو امثله في verb to be في المضارع عشان نوضح المعنى بتاعه. طيب، I am a teacher. أنا مدرس. أنا أكون مدرس. I am a teacher. أي أنا أكون مدرس. He is a doctor. هو دكتور. He is a doctor. She is a girl. هي بنت. هي بنت. والترجمة الحرفية هي تكون بنت. أدي فعل مساعد أهو جه عشان أنا ما عنديش فعل أصلي زي eat, run, see, drink. We are. نحن نكون أصدقاء أو نحن أصدقاء زي ما أنا موضح أهو. We are friends. نحن أصدقاء. طيب they are boys. هم أولاد. هم يكونوا أولاد. هم يكونوا أولاد. أهي واضحة قدام حضراتكم. You are nice. أنت لطيف أو أنت لطيفة أو أنتم ظرفاء أو لطفاء. طيب نجيبها بشكل الجمع بقى. You are students. أنتم تلاميذ. أنتم تلاميذ. حسب ما أنا بكلم الضمير المخاطب قدامي فرد ذكر أو مؤنث ولا جمع. وبالتالي فيرب تو بي ده لازم ناخد بالنا منه جدا جدا لأنه هيقابلنا في الجمع، هيقابلنا في النفي، هيقابلنا في تكوين السؤال. ادي جملة بسيطة. انا ممكن احط الضمير واحط وراه فيرب تو بي واحط كلمة، يبقى انا كونت جملة اهو. كونت جملة ببساطة وبسهولة. I am a doctor. I am a pupil تلميذ. I am in house. انا في المنزل. شوفوا تكوين الجملة في الإنجليزي سهل إزاي. لما عرفنا فيرب تو بي جاي مع الضماير أقدر أحط الضمير، أحط فيرب تو بي معاه حسب تصريفه مع الضماير الفاعل، وأحط الجملة اللي أنا عايزها بعد كده هتديني جملة بسيطة. ده فيرب تو بي في المضارع. إن شاء الله في حلقة قادمة هنتكلم عن فيرب تو بي في الماضي، لأن هنا بيتكلم عن معنى يكون، نكون، يكون، تكون. طيب الماضي بقى هنتكلم عنه إن شاء الله في حلقة قادمة عشان يبقى ما يبقاش في معلومات كتيرة ترهقكم، ويبقى المعلومات دي مختصرة بسيطة سهل عليكم فهم الموضوع ويبقى سهل وتتداركوه بسرعة وتفهموه. راجيا من الله أن يكون هذا عمل خالصا لوجهه، وإنه يكون مساعد ليكم ولأبنائنا الطلبة في مراحل تعلمهم اللغة الإنجليزية. وشكرا لكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله نتكلم عن verb to be في الماضي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.